ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل بيتزا، نعملها بطريقه سهله وسريعه كده. والاهم في الفيديو ان احنا مستخدمين جبنه روما. يعني جايبين 3 يعني انواع من شركه روما، بجد عايزه اقول لكم تحفه. الطعم والمطه تحفه جدا. وبجد يعني البيتزا طلعت شبه بتاعت المحلات بالظبط. دلوقتي معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليه كيس خميرة، رشة ملح، رشة سكر، ومعلقتين من الزيت بس. وهبدأ أعجن بالطريقة العادية خالص، يعني أنا ما استخدمتش العجان النهاردة. بس الموضوع سهل وبسيط والله وسريع جدا. هلم كده العجين والمية تكون دافية، يعني أنا معايا مية للعجن دافية، بس المية مش بنبقى عارفين هنستخدم قد ايه. لان في دقيق بيمتص السوائل زي ما قلت لكم قبل كده كتير، وفي دقيق لا. فاحنا ننزل المية شوية شوية كده، عشان العجين ما يبص مننا. يعني لو حطينا مية كتيرة ممكن العجين يبوش مننا. فاحنا ايه، نحط حبة حبة ولحد ما يوصل العجين للقوام الايه المطلوب. وهي البيتزا بتبقى عايزة العجينة العادية خالص، شبه بتاعت العيش العادي، بس ايه يعني وبنعجنها بمية، يعني مش بلبن ولا حاجة والله، وبتطلع تحفة. بس خلاص كده هنعمل ايه، هنغطيها ونسيبها بقى تخمر. يعني هنسيبها حوالي نص ساعة كده، هتلاقوها خمرت وبقت ايه تحفة. بس وهنبدأ بقى ايه، نقسمها. بصوا، تبقى طرية شوية كده، يعني طرية شوية عن العجين العادي. بس عايزة اقول لكم يعني بجد طلعت يعني تحفة بجد زي المحلات بالظبط. الجبن بجد تحفة. الموتزاريلا حلوة جدا، الرومي المشكل لا، الطعم كمان يعني غير المطة، الطعم حلو جدا، والريحة بقى حلوة قوي بجد. بس هقسم العجين بقى كرات كده. الكيلو ده يعني احنا براحتنا، كيلو دقيق ممكن نقسمه ل10 وحدات، وممكن نقسمه ل4 وحدات، يعني براحتنا، ممكن نعملها صغيرة كبيرة. فاحنا ايه زي ما بنحبها نقطع العجين ايه، على قد ما احنا عايزين يعني. بس هي ايه، لما بتبقى مش تقيلة قوي بتبقى حلوة، يعني لما بتبقى ايه آه مش العجينة مش تقيلة، يعني بتبقى سميكة يعني، فبتبقى حلوة قوي. بس هدهن كده الصينية، انا بحب اشتغل في صواني ألمونيوم، بتبقى حلوة جدا بجد في الخبز. هدهن الصينية زيت، وابدأ بقى اخد كورة من العجين وافردها. ومعايا بقى فلفل رومي وطماطم مقطعاهم كده، ومعايا زيتون وبسطرمة بس. وهبدأ ايه اعمل حروف كده للعجين، وانا بفردها اعمل الحروف بايديا كده بس. ومعايا صلصة، بصوا هي دي صلصة عادية، يعني طماطم مضروبة ومتصفية ومسبكاها. وبعدين محمرة توم، مش محمرة قوي، وبعد كده نازلة بالطماطم ايه المتسبكة دي عليه. عايزة اقول لكم بجد طلعت حلوة جدا، يعني مش حاجة صعبة ولا حاجة صلصة البيتزا. بس هي اللي بنزود عليها بس حاجة بسيطة، بنحط عليها زعتر، بيديها طعم وريحة حلوة جدا زي بجد المحلات بالظبط. هاخد بقى الموتزاريلا بتاعت روما الحلوة دي، احط بقى ايه فوق يعني اول طبقة احطها جبنة. قبل ما احط اي حشوة يعني احط الجبنة. الطريقة دي بتخلي الحشوة بقى اللي فوق بتبقى متماسكة، يعني الجبنة بتمسكها ما تخليهاش تقع من عليها، وبتديها طعم حلو قوي. بس وابدأ ايه احط البسطرمة، او اي طبعا حشوة احنا حابينها بقى، مشروم صدوق براحتنا يعني، بس احنا بنحبها بالبسطرمة اكتر. بس هوزع كده عشان تبقى كلها برضو ايه فيها من الحشوة. بس في الوقت ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. لازم اي مخبوزات ندخلها على فرن سخن وعلى درجة حرارة عالية عشان تستوي بسرعة وما تنشفش معانا. وبعد ما بطلع البيتزا من الفرن بسيبها تهدى كده دقايق، وبعد كده اغطيها باكياس، حتى اللي هي اكياس التلاجة بفتحها وبغطي بيها، فبتديها طراوة كده حلوة عشان ما تنشفش مننا. او باي فوطة عادي، ممكن فوطة نضيفة عندنا نغطي بيها، بس الاكياس بتخليها يعني طرية شوية وطعمها بجد حلو قوي. بس احط زيتون،
ونحط الجبن الحلوة بقى دي، بجد عايزة اقول لكم حلوة جدا، واسعارهم بجد حلوة. بس هحط المشكل ده برضو تحفة، يعني ممكن نجيب اصلا مشكل بس، لان بيبقى فيه الرومي وفيه الموتزاريلا، ده رومي بس، فحلوة جدا بجد. بس هنوزع بقى الجبن على على البيتزا، يعني البيتزا من الحاجات الحلوة اللي كل الولاد بيحبوها بجد، ومن الاكلات السهلة والسريعة. بصوا هي سخنة طبعا، فانا مش قادرة ايه يعني. بس كده بجد عايزة اقول لكم طلعت بيتزا حلوة جدا. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم، وجربوا جبنة روما الحلوة دي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.